عاشت غلبانة وماتت غلبانة. النهاردة صحينا على خبر رحيل دينا المعروفة باسم دينا مراجيح، واللي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي الفترة اللي فاتت بسبب مقاطع الفيديو اللي كانت بتعملها على التيك توك. ناس كتير قالت أكيد إشاعة واتصدموا من الخبر، لكن صفحة المقطم أعلنت فعلا رحيلها باعتبارها واحدة من سكان المقطم. دينا مراجيح واحدة من الشخصيات الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، واشتهرت بعد ظهورها في بعض الفيديوهات على اليوتيوب مع صديقها جو. ورغم بساطتها وعفويتها بس اتعرضت للتنمر بسبب كلامها العفوي ومظهرها البسيط، ومع ذلك عمر دينا ما حست باليأس. بالعكس، دي قدرت على تحويل التنمر إلى دافع للنجاح، وتحولت لنجمة مواقع التواصل الاجتماعي. دينا مراجيح كانت مشهورة بجملة جود لك يا جو، جود لك يا قلبي، اللي بقت شعارها واللي بيعبر عن بساطتها وعفويتها في التعامل مع الحياة. دينا مراجيح كانت مرت بحالة نفسية سيئة جدا طول الشهور اللي فاتت بسبب وفاة والدتها. كانت في أيامها الأخيرة يتيمة الأب والأم، وحالتها النفسية السيئة خلتها حلقت شعرها تماما، وظهرت في مقطع فيديو بعد الحلاقة وقالت علشان نفسيتي وحشة بعد ما أمي ماتت حلقت شعري زي شيرين. أيام قاسية عاشتها دينا بين إنها شايلة مسؤولية أسرتها وأطفالها، وده اللي خلاها تتجه للربح من مواقع التواصل الاجتماعي. ده غير ان دينا كانت بتعاني اصلا من معاملة جوزها السيئة اللي اتجوزته وهي في عمر 14 سنة، ووصلت للإهانة انه كان بيضربها باستمرار رغم انها كانت متجوزاه في بيت والدها ووالدتها. دينا كانت بتتمنى في ايامها الاخيرة انها تلاقي وظيفة كويسة بدل البهدلة في شغل الشارع وبيع المناديل او الوقوف في مواقف العربيات. اخر ظهور لدينا مراجيح كانت وهي بترد على منتقديها وقالت بلاش تكرهوني، انا عايزة اكل عيالي لقمة حلال واكل امي ونعيش في مكان حلو وبس. دينا مراجيح ماتت وهي في عمر 20، وفي نهاية الفيديو ادعوا لها بالرحمة والمغفرة والجنة.